لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الاداء ديالنا وشنو خصنا نقدموا ان شاء الله باش ندوزو للدومي فينال ان شاء الله. اي فوالا. Se focaliser trop sur le Portugal. وكما قلت لكم يجب أن لا نركز كثيرا على البرتغال لأن هذا قد يسبب لنا مشاكل. يجب أن نركز على ما نحن قادرين على فعله وأن نتحسن باستمرار لكي نكون أقوى وأقوى. بالتأكيد البرتغال من المنتخبات المرشحة وأنا لا أريد أن أتحدث كثيرا عنهم. هم يرغبون بالفوز بكأس العالم ولكن حتى في مواجهتهم مع إسبانيا نحن كنا الفريق الأضعف ولكننا فاجأنا وحاولنا أن نقدم مفاجأة وعلينا أن نتعمق في تحليلاتنا وسنفعل ما بوسعنا للفوز في هذه المباراة. السلام عليكم وليد and أحمد. وليد I'll ask the question in English. It's Shaima Khalil from the BBC. تحب نترجم بالعربي after? Liberty. Okay. You're the fourth African team to make it to the quarterfinals أنت after الفريق Senegal, الإفريقي Ghana, الرابع Cameroon. الذي وصلت إلى نهائيات. هذه إرث رائع وأنت أول منتخب عربي يصل إلى هذه المرحلة. تحدثنا إلى المشجعين في الملاعب وخارج الملاعب وفي المنطقة وهم يحتفلون في جميع أرجاء الوطن العربي وفي جميع أرجاء العالم. كيف يشعركم هذا الأمر؟ ما هي رسالتك إلى مشجعيكم وخاصة في المنطقة؟ أنا فخور بي وبفريقي وببلدي لأن نصل مع المغرب إلى هذه المرحلة. نعم نحن أولا نمثل الشعب المغربي، هذا بلدنا وكذلك لدينا شعبنا الكبير وكذلك نحن أول منتخب يصل إلى هذه المرحلة ونحن كذلك أفارقة وكذلك تشعرون في وسائل التواصل الاجتماعي وتشعرون هذه الأجواء الإيجابية. هناك ليس بلد واحد تؤازرنا بل قارة وكذلك الشعب العربي برمته يؤازرنا. وأنا أظن أن المشجعين سوف يؤازروننا ويشجعوننا لكي نصنع التاريخ مع بعضنا البعض وهذا الأمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا ولكننا لا ننسى أننا نلعب لبلدنا في المقام الأول وبالتالي نشعر ونحن نستشعر بهذه الأجواء الإيجابية من الشعب العربي والمغربي والأفريقي. الكثيرون يشجعوننا الحمد لله على ذلك. Coach Walid? Yes. Over here, Mark Gleeson from Reuters. I wanted to ask you about المدرب your أود أن injuries, أسألك عن الإصابة. about Saiss, about Amrabat, and if you are to miss a player like Aguerd, وإن كنت how big a blow is it ستخسر gonna be? لاعب مثله كم ستكون هذه ضربة موجعة لكم؟ نعم في بداية هذه البطولة كثير من الإصابات، كثير من الحالات المرضية. لقد لعبنا الكثير من المباريات. نحن لسنا 100% في الفريق ولكنني أنا فخور بذلك لأن أحد لم يشاهد أحد المنتخب المغربي في كامل قوته 100%. الآن عندنا هاجارد وسوف ننتظر غدا إن شاء الله إن كان سيتمكن أن يلعب أم لا. ولكن كما قلت أنه في بداية هذه البطولة 26 لاعبا ولكن لا يوجد أي منتخب لعب بكامل قوته ونحن كذلك واجهنا نفس المشكلة. سنجد لاعبا بديلا ربما يقدم أفضل ما عنده لأجل الفريق. هذا الأمر المهم هي الروح بين الفريق وليس الفريق المتفرد. بالتأكيد هو لاعب مهم جدا في الدفاع ولكن لدينا ياميك وبانون ودارين وكلهم قادر على أن يؤدي هذا الدور إن شاء الله. موقع لو 360 كيفاش كتشوف الحالة البدنية ديال اللاعبين وجاهزين؟ مرحبا
عفوا السؤال للمدرب، كيف ترى الحالة البدنية للاعبين خاصة بعد المباراة مع الإسبان إذ لعبتم أكثر من 120 دقيقة، وأنت كلاعب كيف تشعر الآن بأن هذا أول كأس عالم لك وخاصة علاقاتك مع بونو على وجه الخصوص؟ الجواب فيما يتعلق بالأجواء، الأجواء استثنائية، الشعور استثنائي. نحن وصلنا إلى ربع النهائي في كأس العالم وهذا بالنسبة لي شرف عظيم، والحمد لله نحن كنا ناجحين وقد أسعدنا المشجعين المغاربة ونتمنى أن نسعدهم مرة أخرى. سنكون أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى تلك المرحلة. أظن أن مباراة الغد ستكون صعبة جدا. الأمر فيما يتعلق بعلاقة الصداقة بيني وبين بونو وباقي اللاعبين في الفريق، نحن جميعا أخوة وهذا الفريق والحمد لله وبكل صراحة الجميع يتصرفون وكأننا عائلة واحدة وأسرة واحدة سواء كنا في الملعب أم لا. أهم ما في الأمر هو أن نحقق النجاح. نعم، بالنسبة للوقت الإضافي عندما يتعلق الأمر باللاعبين، نعم هم متعبون مجهدون يتعرضون لإصابات، وأنا أكرر الأمر ذاته منذ بداية هذه البطولة ولن أخفي هذا الأمر. إن أردنا أن نصل يجب على الجميع أن يكونوا مرتاحين، وعلاقتنا مع اللاعبين ممتازة وبالتالي يمكن للاعبين أن يستمروا ويواصلوا التقدم في هذه البطولة. نعم، اليوم أمر مهم بالنسبة لنا هذه الرسالة الجوهرية بغض النظر من يلعب على أرض الملعب. نحن سنبذل قصارى جهدنا، لن نبحث عن أعذار هناك من هو غائب أو غير غائب، كلا. اليوم الجميع إن كان اللاعب جاهزا ومستعدا فسيلعب وإلا فغيره سيحل محله، وعلى الجميع أن يبذل قصارى جهده. نحن هنا في مهمة. أنا بدأت هذه البطولة وعندنا إصابات وهذا ما قلت، لقد كان هذا أداء استثنائيا. أنا قلت ما لعبت المغرب ب100% من مستواها، وهذا يبين ويثبت التقدم الذي حققناه، وكذلك لاعبين سوف يقدمون أفضل ما عندهم من أجل بلدهم. السؤال ديالي هي رسالة شفنا في هذا المونديال وفرناندو سانتوس في المؤتمر الصحفي اللي قبل قال على انه اللعابه ديال المغرب عارفينهم على انه السلاح ديالهم هما عائلاتهم والشعب اللي موراهم. حنا غنتحدث على واحد الفئه اللي كتتابع المنتخب الوطني، هما الناس ذوي الاعاقه لي زونديكابي. في المغرب شفنا بزاف ديال لي فيديو، والبارح شفنا واحد السيد في عمره 72 سنه ما كيشوفش، جا هو ومراته من المغرب باش يتفرج في ليكيب ناسيونال، ومراته كدير له كومونتير ديال شنو واقع في التيران، كتوصف له شنو واقع. شنو هو الميساج ديالك لهذه الفئه اللي عطيتها واحد ليسبوار وعطيتها واحد الامل كبير باش حتى هما يعيشوا هذه اللحظه الاستثنائيه في تاريخ ديال البلاد كامله؟ رساله هذا. De toute façon, moi j'ai toujours vu une équipe nationale. Elle doit servir elle doit être un porte-drapeau, on va dire déjà sur le terrain. بالنسبة للمنتخب الوطني يجب أن يكون فخورا بأن يمثل بلده. Donc voilà l'objectif pour nous. وهذا يجمع الناس مع بعضهم البعض ونبين هذه المشاعر. هذه أحد أهدافنا، بالتأكيد هدفنا الرئيسي هو أن نحقق الفوز، ولكن الانطباع الذي نريد أن نرسله هو أن نوحد الشعب المغربي حول أمر إيجابي. نحن حققنا كل هذه الأمور ورأينا الطاقة الإيجابية التي يدعمنا الناس فيها، وهو أمر رائع. الناس يشجعوننا وتمكنا من أن نوحد المغاربة وراء منتخب كرة القدم هذا، وأظن أن هذا الأمر أكثر من أي شيء هذا أنفس من المال، وهو أمر رائع. ولكن هذا لا يكفي. نحن نسعد الناس، نجعل الناس يشعرون بالفخر، ولكن ليس هذا سبب تواجدنا هنا. سبب وجودنا هنا ولطالما قلت هذا الأمر هو أن نفوز بالمباريات وأن نصل إلى أبعد المراحل في هذه البطولة، وكذلك يمكننا أن نبعث بالأمل والطاقة الإيجابية للشعب وللناس، وهذا أمر رائع. ولكن تركيزنا هو على أدائنا في الملعب.